على إثر المقالات التي تداولتها بعض الصحف الوطنية حول استيراد 2500 طن من النفايات المطاطية والبلاستيكية من إيطاليا وحرقها في مصانع الإسمنت، أوضحت الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة في بلاغ لها اليوم أن النفايات التي رخص باستيرادها هي نفايات غير خطيرة تستعمل كمكمل أو كبديل للطاقة الأحفورية دوليا في مصانع الإسمنت، نظرا لما تتميز به من قوة حرارية مهمة.